وقسما بالله مالي شايف شيء بعيد عني 2 كيلو. هذا مو منطق يا شباب، هاي توعية للناس كلها. والله إذا حدا بيعمل حادث بخطيتك وبرابتك. أنا هلا على الطريق اللي واصل بين دمشق وحلب. شباب يعني انتم مثل ما شايفين خلفي تماما سيارات عم تشغل ضوء زينون وتضل طايره وما اسرعها، وكلياتنا بنعرف بطرقنا بسوريا كلها متضرره من الحرب وتعبانه، فانت اليوم ما عم تشغل زينون وتمشي بدك ترحم الناس اللي قدامك، الطريق مو مطوب باسم ابوك، في قدامك عم يجي ناس نظره ضعيف، في ناس ما عم تشوف جوار قدامها من وراء الضوء لانه عم تنعمل رؤيه تماما، يعني الشغله بس بدها شويه وعي، شويه وعي، كل واحد بيضل مشغل الزينون العالي وطاير، يا اخي ما اختلفنا، ركبت لسيارتك زينون ما اختلفنا، بس انه يعني وطي الضوء، نزل الواطي، اشتغل على الواطي، ليش عم تحط العالي وتمشي فيه؟ يعني العالم كلها طلعوا قسما بالله مالي شايف شيء بعيد عني 2 كيلو. هذا مو منطق يا شباب، هاي توعية للناس كلها. والله إذا حدا بيعمل حادث بخطيتك وبرابتك يا شباب بدنا نرحم بعض شوي، في عالم سيارات على قدها، في عالم بالطرق محفرة تعبانة. الوضع والله العظيم بده مراقبة من الدولة، الوضع بده مراقبة برسم الجهات المعنية، هذا الموضوع خطير جدا، الناس عم تمشي بالطرقات الوضع خطير جدا، وآخر شيء عم يسافر بالليل، العالم كلها مشغلة أضوية وطايرة.